كورس ايباي دروب شيبينج من الصفر. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض اهم مراحل الدروب شيبينج او ايباي دروب شيبينج، من اول اختيار المنتج لحد ما نعرض المنتج على ايباي ويجي لنا اوردر، وكمان ننفذ الاوردر ده نطلبه من المورد ونشحنه للعميل. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. فلو انت ما تعرفش ايه هو الدروب شيبينج، فانا عملت فيديو قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، هيعرفك ايه هو الدروب شيبينج بالتفصيل. فانا في الفيديو ده مش هبدا باننا نعمل حساب، لان احنا عملنا ده في فيديو قبل كده، شرحنا ازاي تعمل حساب، برضه هسيبه لك في الديسكربشن. فانا في الفيديو ده هبدا من اول ان انت خلاص عملت الحساب واكسبتد، فهنبدا بقى نختار المنتج ونعرضه على ايباي. طيب احنا النهارده هنجيب المنتج بتاعنا من موقع علي اكسبريس، فهندخل على موقع علي اكسبريس. علي اكسبريس مليان منتجات كتير، فهنختار ايه وبناء على ايه هنختار المنتج بتاعنا. اهم حاجه تعرف ايه اكتر مناسبه او المناسبه اللي جايه عليك، لان هي دي اكتر حاجه ممكن تبيع فيها اكتر من اي يوم في السنه. بمعنى ايه؟ احنا في شهر في اخر 8، فاهم مناسبه داخله علينا وهي تعتبر الاهم طول السنه هي الهالوين. الهالوين في شهر 10، فاحنا لازم نبدا نجهز لها من دلوقتي، لان مبيعات الهالوين بدات، فاحنا لازم ننزل منتجات ليها علاقه بالهالوين. طيب هنختار المنتجات بتاعتنا ازاي؟ هندخل على موقع علي اكسبريس وممكن نسيرش على هالوين. هنلاقي منتجات كتيره جدا. طيب هنختار انهي منتج؟ هو طبعا انت تقدر تعرض اي عدد براحتك على حسب الليميت بتاعك. يعني لما بتعمل اكونت على ايباي، ايباي مش بيسيب لك ان انت تنزل اي عدد من المنتجات، لا بيبقى ليك ليميت، بيقول لك مثلا ليك وليكن في الاول 100 برودكت تعرضهم. او مثلا في الاول ممكن يبدا ب10، ممكن يبدا ب20 على حسب يعني الاكونت بتاعك قديم ولا جديد او كده. فايا كان الليميت بتاعك، فانت مش هتقدر تعرض منتجات اكتر من الليميت بتاعك ده، او الحد المسموح بيه على الاكونت بتاعك. كل ما بتعمل مبيعات اكتر، كل ما الليميت ده او الحد ده يعلى اكتر، وايباي يسمح لك انك تبيع اي عدد براحتك. فاحنا هنا هنختار منتج يكون مناسب. هنختاره بقى بناء على ايه؟ في صفات كده مهمة لازم نختارها علشان نبقى عارفين ان المورد ده كويس، مش هيتأخر في الاوردر او كده. فأهم صفة هي أولًا إن يكون التقييم بتاعه ما يقلّش عن، يُفضّل يكون مثلًا من 90 ل95%، ما يقلّش عن 90. هو كل ما يكون فوق ال95% هيكون ده أفضل. طيب يعني إيه؟ هنختار أي product مثلًا وليكن ده. هنا هنلاقي المنتج ده، هندخل على صفحة البائع بتاعته. هو ده الstore أو البائع اللي بيعرض المنتج ده. طيب إيه أهم حاجة هنبُص عليها؟ أول حاجة هنبُص على التقييم، فهو فوق ال95، هو حاليًا 96.3. طيب ده حلو جدًا. تاني حاجة ما يكونش الaccount جديد. يعني إيه؟ يعني إحنا النهارده 20/8/24، ما يكونش يعني يُفضّل يكون المدة اللي عمل فيها الstore ده ما تقلّش عن سنة، يكون قديم، يعني يكون على الموقع ده بيبيع أدي له سنة أو أكتر. فهو الaccount ده اتفتح أو الstore ده اتعمل في 2021، إذًا ده مستوفي الشروط. آخر شرط بقى إن يكون الproduct بتاعه بيتشحن في ميعاده المناسب لينا. إحنا عايزين حاجة بتتشحن بسرعة، لإن إحنا هنبيع للUnited States، فإحنا عايزين حاجة ما تتعداش ال14 يوم. فهنرجع هنا للproduct ده. بيقول إن هو ممكن يوصل من يوم 30 أغسطس لحد 3 سبتمبر. ده معناه إنه هيوصل في خلال من 10 ل13 يوم. ده بالنسبة لنا كويس، ده ممكن نضيفه في الfavorite، ده كويس. هل كده أي product نشوفه مناسب بالنسبة للشروط دي ناخده؟
لأ، لو أنت الlimit بتاعك مش كبير، مش مسموح لك إنك تبيع أي حاجة، يبقى مش هنضيّع الlimit في أي product، إحنا عايزين حاجات بتعمل مبيعات كتير. طيب هنعرف إزاي؟ أولًا هنبُص على عدد المبيعات، ده عامل 208 بيعة، ده رقم كويس مش وحش، بس خلّيه إحنا حطيناه في الfavorite نشوف برضه حاجات غيره. مثلًا الماسك ده، يعني هو المنتج ده بخبرتي كده إن أنا بِعته قبل كده، فعارف إنه عليه طلب كبير يعني. الماسك ده عامل 305 بيعة، طيب حلو أوي. ندخل بقى على الstore نشوف هل مناسب بالنسبة للشروط اللي حطيناها والّا لأ. هنلاقي التقييم 92، يعني متوسط، اللي قبله كان أفضل. طيب من إمتى؟ من شهر 5 23. طيب هو برضه يعتبر أجدد بالنسبة للبائع اللي قبله. ف يعني لحد دلوقتي التقييمات متوسطة، ممكن برضه نحتفظ بيه. نرجع نبُص بقى على أهم حاجة، مدة الشحن. مدة الشحن نفس الكلام، أزيد بيوم، ماشي، مش وِحِش. لكن هو كproduct هو عليه إقبال، يعني ده على موقع eBay بيتباع كويس. في طريقة تاني غير إننا نسيرش على موقع علي إكسبريس على طول. إيه هي الطريقة التانية؟ علي إكسبريس عامل حاجة اسمها drop shipping center، لأن هو عارف إن أغلب الناس اللي بتشتري من علي إكسبريس، الموقع نفسه عارف إن هم أغلبهم يا إما drop shippers يا إما ناس بتستورد وتبيع، فعلشان كده عمل لهم منصة اسمها drop shipping center. هندخل عليها ونشوف إيه بقى هتفيدنا في إيه. ده شكل الدروب شيبينج سنتر بتاع علي اكسبريس. هنا هنلاقي عليه هو مرشح لنا منتجات. الميزه ان هو سايب لنا او عامل لنا صفحه زي تحليل للمنتج ده كان بيبيع قد ايه. يعني ممكن ندوس على انالايز هنا، هنلاقيه هنا عرض لنا كل المنتجات اللي على علي اكسبريس اللي شبهه. بيقول لنا مثلا المنتج ده عامل 224 بيعه. تقييم المبيعات متوسط. هنلاقي هنا في حاجات باختلاف أسعار، برضه نقدر نشوف حاجات زيها. ممكن نشوف حاجة تاني، هنلاقي مثلًا product زي ده، هنلاقيه عامل عدد مبيعات كبير جدًا، أكتر من 10,000 بيعة، فأنت كده عارف إن ده عليه طلب. مدة الشحن برضه كويسة، مش وحشة. طيب بعد كده ندخل على الstore نفسه، نشوف تقييمه إيه. طيب هنلاقي الstore ده معمول في فبراير 23 وتقييمه 97%. طيب ده كويس جدًا، ده لحد دلوقتي ده زي الفل. فإحنا ممكن ناخد المنتج ده، تمام، بس أنا بالنسبة لي ما انصحكش لو أنت لسه الaccount بتاعك جديد إن أنت تبدأ في حاجة فيها مقاسات، لإن المقاسات ساعات بيبقى ليها مشاكل، ممكن عميل يطلب return بتاع، فالحاجات دي أنت مش لازم تدخل فيها دلوقتي. أنت لو الaccount بتاعك جديد بلاش تدخل فيها دلوقتي، خلّينا في منتجات ما فيهاش مقاسات، تبقى على طول يعني product مقاس واحد. فإحنا ممكن مثلًا نتعامل بالماسك ده، هو في منه ألوان كتير، أنت برضه مش لازم تعرض كل الألوان دي، يعني أنت ممكن تختار كام لون بس. وأول منتج برضه كان مبيعاته كويسة، وده سعره رخيص، فممكن نقدر نضيف عليه هامش ربح كويس. فمهم دلوقتي إننا نعرف هو سعر الشحن كام. هو بيقول free shipping over $10، ده سعره مش $10. فهنشوف برضه إيه السعر النهائي كام. ندوس buy now، هنلاقي تكلفة الشحن $2 وفي taxes أو ضرايب 41 سنت، هيطلع لنا السعر النهائي 4.47. ده السعر اللي إحنا هنزوّد عليه، يعني هنعمل حساب إن السعر كده الصافي اللي هندفعه على علي إكسبريس هو 4.47. في حالتك أنت ممكن ما تلاقيش الكوبون الdiscount ده،
فتزوّده عليه، يعني ممكن تخلّيه مثلًا 58 قُل 60 يعني وأنت بتحسب، تمام؟ طيب إحنا كده اخترنا المنتج بتاعنا، عايزين بقى نعرضه للبيع على eBay هنعمل إيه؟ هنرجع لصفحة المنتج، حاجة كده مهمة لازم تبقى عارفها، إن الصور على علي إكسبريس بتتقسم لإيه، دي اسمها الmain images اللي هي أقصد دي sorry الصور دي هي الصور الرئيسية، أمّا الصور دي فهي الvariants أو الاختيارات التانية، تمام؟ كل واحدة ليها سعر، فدي لازم برضه تاخدها في اعتبارك، لإن أنت مش هتخلّي كل حاجة بسعر واحد، تمام؟ لو هتعرض ده كله يعني، لو أنت الaccount بتاعك فيه limit إن أنت تعرض ده كله، تمام؟ أنت عندك هنا دي الصور الرئيسية، دي صور الvariants، بعد كده هتلاقي في الdescription في صور، دي بقى اسمها إيه، صور الdescription. طيب ليه أنا باقول كده؟ لإن إحنا لمّا نيجي نحمّل الصور هينزلوا لنا دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم عشان نبقى عارفين إحنا أنهي صور اللي معانا. طيب إحنا خلاص اخترنا ده المنتج اللي هنعرضه، هندخل على eBay وهندوس على sell وهندوس على create listing single listing. هنا بيسألنا على عنوان الproduct اللي إحنا هنحطه أو الtitle. طيب هنرجع لعلي إكسبريس، ده الtitle. أولًا إحنا مش عايزين ناخده copy paste، هو أولًا مش هينفع إننا ناخد الtitle ده كله copy paste ليه؟ لإن eBay الtitle لازم يكون ما يعدّيش ال80 حرف، فدول أكيد أكتر من 80 حرف. ثانيًا إحنا مش عايزين ناخد حاجات copy paste ويبقى في غيرنا عامل كده، فيبقى في بيننا منافسة كبيرة، ليه؟ لإن لو كلنا حاطين نفس الtitle ففي الغالب اللي هيsearch على كلمة زي دي هيطلع له كل الناس دي. طيب أنت لو account جديد أنت مش هتقدر تنافسهم، أنت ما عندكش ولا تقييم كويس، ما عملتش ولا بيعة، فأنت مش هتقدر تنافس الناس اللي حاطة الtitle ده copy paste. فإحنا عايزين نحط title من ابتكارنا إحنا أو إحنا اللي كاتبينه، لإن ده أفضل الأكونتات الجديدة، لإن الaccount الجديد أنت محتاج تكسب ثقة eBay في الأول. علشان كده أنا بانصح أي account جديد بلاش أول product تنزّله يبقى واخد صوره من علي إكسبريس على طول وتحطها، لأ، أُمّال تعمل إيه؟ ممكن مثلًا تصوّر أي حاجة عندك في البيت، فازة مثلًا، أي حاجة، تصوّرها وتعرضها للبيع، اعرضها بسعر عالي علشان ما حدش يشتريها مثلًا، بس كده أنت بتدّي انطباع إن أنت مش بتعرض حاجات كلّها جايبها من على النت، مش حاجات كلّها drop shipping. طيب ليه هو الdrop shipping ممنوع على eBay؟ لأ، الdrop shipping مسموح على eBay، وهُم عاملين سياسة اسمها eBay drop shipping policy، بتشرح لك إن الdrop shipping على eBay هو مسموح بشرط إن الorder يوصل سليم للعميل. طيب أُمّال ليه بيقفلوا الأكونتات؟ هي بيبقى في مشاكل وخصوصًا مع العرب بالتحديد، فإحنا علشان نتفادى الموضوع ده، إحنا أول product صوّر أي حاجة عندك في البيت واعرضها، تمام؟ طيب لو أنت الEnglish بتاعك مثلًا على قدّه، وصلت مثلًا لمرحلة إن أنت عندك limit عالي جدًا أكتر من 10,000 والlimit بيعدّي كده بيبقى على eBay، فعايز تنزّل منتجات كتير، ومش هتقعد كل شوية تكتب كلمة، كلمة. طب أُمّال هنعمل إيه؟ هنستخدم أبسط حاجة ChatGPT، هناخد الtitle copy ونقول له مثلًا write product title for this product not more than مثلًا. فهو طلّع لنا title، الtitle ده كام حرف؟ هنشوف، ناخد الtitle ده ونحطه على eBay
lamps هو بيقترح لنا الcategory اللي هيحط فيها الproduct ده، هل هو تبع الديكور، تبع الإضاءة، مش عارف الحاجات دي، فهو تمام. طيب هو هنا بيقترح لنا زي product، بيقول لو هو ده، فالproduct ده ليه صفات معينة الناس عرضتها قبل كده، ليه مميزات معينة، لو أنت اخترت الproduct ده إن هو زيه، هنحط لك البيانات دي على طول وهيوفر عليك وقت. فأنت هتشوف هو الproduct ده زيه، هو يعتبر زيه ممكن نقول له أيوه، ممكن نقول له continue without match، بس إحنا ممكن نقول له إن هو زيه. فإحنا نقول إن إحنا مثلًا بنبيع الproduct ده وحالته إن هو جديد، continue listing. طيب هو هنا حط لنا الtitle بتاع الproduct اللي إحنا اخترنا إن هو زيه، لأ إحنا هنختار الtitle اللي إحنا طلعناه من ChatGPT. تمام، إحنا ممكن الديكور دي نخليها عادية. تمام، إحنا دلوقتي كتبنا الtitle، باقي إننا ناخد الصور. طيب الصور دي لو حاولت تحمّلها هتنزل لك مش JPG وPNG، فeBay مش هيقبلها. طيب هتعمل إيه؟ يعني هنا هيحمّلها لك web page، فدي ما تنفعش. طيب أنت عايز تحمّل الصور دي صور عادية، هتعمل إيه؟ في إضافة لجوجل كروم أو extension اسمها علي save، دي بتعمل إيه؟ أولًا هنا هتلاقي مقسّم لك الصور زي ما إحنا قُلنا، في الmain image، في الvariant، في الdescription images، وفي هنا برضه إيه، الproduct video لو ليه فيديو. فإحنا هندوّر هل الproduct ده ليه فيديو، ما لوش فيديو، خلاص مش مشكلة. تمام؟ فأنت ممكن تدوس هنا الmain images، أو ممكن تدوس هنا download main images. هنلاقيه هنا ابتدى يعِد، هم كلّهم 13 صورة، فهو 6، 7 لحد ما يخلّصهم. وهنعمل نفس الكلام مع الvariance ومع الdescription. طيب إحنا حمّلنا الmain، نفس الكلام، ده download variance. الdescription غالبًا هيبقوا زي الmain، فممكن ما نحمّلهمش وممكن برضه نحمّلهم عادي. هو بينزل يورّيهم لنا يعني. هم 6 صور بتوع الdescription. تمام، إحنا كده حمّلنا الصور. هنعمل إيه بقى؟ هندخل على الfolder اللي حمّلنا فيه الصور، نفُك الضغط. هنلاقي هنا دي الصور اللي حمّلناها. ندخل بقى على eBay، نقول له add photos، نختار الmain ونعلّم عليهم كلّهم. طيب لحد ما يحمّلوا إحنا كده رفعنا الصور الرئيسية. طيب بعد كده وكتبنا الtitle، بعد كده الbrand ممكن تسيبه ديكور عادي، ممكن تخلّيها unbranded. هتلاقي هو الحاجات دي حطّها لك لإن إحنا عملنا match مع الproduct اللي هو رشّحه لنا، إحنا قُلنا إن ده زي ده، فخلاص وفّر علينا بقى الكلام. في حاجات تانية أنت عايز تضيفها ممكن تضيفها، دي حاجة ترجع لك يعني. تمام، كل ده كويس. طيب أنا بس برضه عشان ما أطوّلش الفيديو أكتر من كده، مش هاختار حاجة، لكن أنت مهم بالنسبة لك إن أنت تشوف الdescription بتاع الproduct كويس، ولو لقيت فيه أي features، أي مميزات تضيفها، ده هيساعدك جدًا. نيجي بقى للdescription. أبسط حاجة هي use AI description. ممكن برضه تستخدم ChatGPT لو أنت عايز تركّز على حاجات معيّنة في الdescription، ليك أسلوب معيّن عايز تقنع بيه المشتري، ده برضه هيبقى حاجة كويسة يعني. بعد كده هنيجي للvariations. إيه هي الvariations؟ هي الخيارات بتاعة المنتج. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلًا عندنا هنا أول لون اسمه 1M BAT.
اللون ده اسمه 1.5 1.5 متر بامبكين، هنا جوست. تمام، فكل واحد من دول هو variant، فاحنا لازم نعمل لهم كلهم خيارات العميل يقدر يختار، ويبقى كل حاجة منهم ليها سعر، لأن احنا شايفين كل حاجة سعرها بيتغير. تمام. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي عند variations، هندوس edit، وهنيجي عند الcolor، نمسح دي. هنا هنختار نفس الأسماء علشان لما نيجي نشتريها بعد كده، لما العميل يطلب مننا نعرف نوصل للون اللي هو اختاره بسهولة، مش هنقعد نغير ألوان. فاحنا هندي كل حاجة نفس اللون، فهناخد الاسم ده كوبي، وهنا مش هنلاقي طبعا الاسم ده، فهنقول create your own ونكتب وندوس add. طيب هنعمل كده مع كله. طيب احنا كده خلصنا كل الألوان، هنلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7، نفس الكلام 3 4 5 6 7، 7 ألوان أو 7 variants. طيب دلوقتي احنا عملنا الvariants دي، باقي ايه؟ باقي اننا ندي لكل لون الصورة بتاعته علشان العميل يعرف يختار. تمام. هنا بيقول لك الفوتوز خلي الديفولت، فبيقول لك use default photos، اللي هي اللي احنا حاطينها للمين تبقى هي بتاعه الخيارات كلها. لا، احنا هنغير دي، هنخليها الكولر، هندي كل كولر صورة. هنا اللي هي البات، هندخل هنا هنختار من الصور اللي احنا حملناها، عندنا الفارينس هنا. اول حاجة هي دي البات او الخفيش. بعد كده البامبكين، ممكن نبقى نرجع لها من هنا عشان نتأكد. ادي البامبكين. بعد كده جوست، برضو ادي ده الجوست. طيب بعد ما تحمله كده بقى العميل يقدر يدوس على كل لون يظهر له الصورة بتاعته. تمام، فكده احنا حطينا الفارينس. طيب هنقدر بعد كده اننا نحدد احنا عندنا كوانتيتي كام من كل لون. طبعا ده هنحدده بناء على ايه؟ بناء على الليميت المفتوح لنا، او الحد المسموح بتاعنا في المبيعات. يعني لو انت مسموح لك 10 بس، فانت لو حطيت دول، انت كده حطيت 7 منتجات مختلفين. ما تفتكرش ان انت حطيت المنتج ده اللي هو منتج واحد مثلا ب7 خيارات. لا، ده بالنسبة لإيباي 7. لو عملنا كده، خلينا ده مثلا 2، كده انت بالنسبة لإيباي حاطط 8. فاهمني؟ انت لو زودت 2 تاني، انت كده ال10 بتوعك، لو انت اكونت جديد وبادئ ب10، كده ال10 بتوعك خلصوا. فاهمني؟ فعلشان كده دي انت هتحددها بناء على الليميت بتاعك. لو الليميت بتاعك مفتوح، فانصحك تخليها اكتر من واحد. لو المنتج ما فيهوش فاريانس زي كده، انصحك تخليها اكتر من واحد، لان هو اول ما بيبقى اوت اوف ستوك خلاص اتباع، كده المنتج ده هيتشال. احنا مش عايزين فرص بيع تفوتنا، فاحنا هنخليه مثلا نقول 5. برضه هنعتبر ان الليميت بتاعك مش كبير يعني. تمام، نقول ان احنا معانا من كل حاجة 5. طيب البرايس بقى هنحدده ازاي؟ دي نقطة مهمة. عشان نحسب البرايسنج هنستخدم أداة اسمها eBay Fees Calculator. الأداة دي بتعمل ايه؟ بتحسب لنا عمولة eBay، فبكده نقدر نشوف احنا هنبيع المنتج بتاعنا بكام. هندخل هنا مثلا، هي دي الأداة. أولا بتقول لك الايتم كوست، سعر البيع كام. لو انت مش حابب تخلي كل واحدة ليها سعر مختلف، عايز تخليهم كلهم بنفس السعر، هندخل على البرودكت بتاعنا، نختار اغلى واحد. مين اغلى واحد؟
ده مثلًا 2.28 2.68 63 75. طيب ده أغلى واحد اللي هو ال75 ده، تمام. هندوس على buy now. بالخصم طالع 5.6 سنت. لأ، إحنا هنزوّد الخصم كمان، وهنزوّده بالمرّة يعني. ممكن نقول تكلفة الitem مش هنقول 5.5، هنقول 6. تمام، أنا الفكة دي ما تاكلش معايا يعني، تمام، فهنخلّيها 6 على طول. shipping تكلفة الشحن، لأ إحنا حاسبين تكلفة الشحن معاها، فخلاص هنسيبها مش هنكتب فيها حاجة، الshipping cost. طيب بعد كده في حاجة بقى اسمها promoted ad rate. يعني إيه؟ الpromoted ad rate دي من أهم الحاجات اللي على eBay. تمام، أنا سيّفت دلوقتي من غير ما أكتب سعر علشان أقدر أشرح لك الحتّة دي. أنت لو جيت في الvariance هنا هتلاقي الvariance اتحطّت، بس بيقول لك إيه، الprice لسه ما اتحطّش، ما تنساهوش يعني، تمام. هنرجع لحتّة السعر علشان نحطّها. إحنا دلوقتي في مرحلة السعر. في بقى حاجة هنا اسمها promote your listing. إيه promote your listing دي؟ أنا كنت شرحتها في فيديو قبل كده، بس عشان لو مش عارف، دي بيقول لك لو فتحتها هياخد منّك 11% من كل بيعة هتعملها، تمام. مقابل إيه؟ مقابل إن هو هيعرض لك المنتج بتاعك لعدد أكبر من الناس. بيقول لك هيزوّد لك نسبة الclicks أو الناس اللي هتشوف الإعلان بتاعك ب25%، فدي حلوة جدًا. طيب هو هياخد منّك 11%. ال11% دي هياخدها إمتى؟ هياخدها لو المنتج بتاعك اتباع بس، تمام. فإحنا هنحسب السعر شامل ال11% دي، تمام. طيب في هنا حاجة اسمها campaign daily budget. دي معناها إيه؟ دي بيقول لك هو هيزوّد لك 40% مبيعات. طبعًا الكلام ده مش مضمون، ده على حسب المنتج بتاعك وعلى حسب تسعيره وعلى حسب مط م م مطلوب والّا لأ. لكن الفرق بين دي وبين دي إيه؟ دي لو فتحتها بيقول لك هاخد منّك كل يوم $25 مقابل إن أنا هاعمل لك إعلان. طب ال$25 دي هتتخصم إمتى؟ هتتخصم مع كل دوسة، سواء اشترى أو ما اشتراش. كل كليك على الإعلان هيخصم منّك جزء، تمام. بس أنت محدد له budget في اليوم $25. طيب لو ما باعتش وناس كتير داست واتخصمت ال25، خلاص أنت كده بتخسر، أنت كده ما فيش أي أوردرات جات لك. لكن هنا ال11% دي مش هتتخصم إلا لو حد اشترى. طب هو هنا بيقول لك الsuggested 12.7، ده المقترح بالنسبة لeBay. هو بيقترح عليك الرقم ده بناءً على الناس المنافسين بتوعك. بيقول لك إحنا هنخصم منك 12، فما فيش مشكلة، هنخلّيها زي ما هو مقترح بالضبط، 12.7، تمام. علشان ليه إحنا خلّيناها زي الsuggested بالضبط؟ لإن لو في غيرنا منافسين كتير، في ناس حاطة نسبة الإعلان 12.7 وأنا حاططها أقل 11. eBay هيخلّي الأولوية ليهم. ليه؟ لإن لو هم المنتج بتاعهم اتباع، هم هيدفعوا له أكتر، هم هيدفعوا له 12%، إنما أنت هتدفع له 11 بس. فلأ، بالنسبة له اللي حاطط السعر الsuggested ده أكتر، فهو الموضوع عامل زي مزاد كده، فإحنا هنخلّينا ماشيين مع الsuggested، تمام. طيب إحنا بنقول ده ليه أو بنشرح الحتّة دي ليه؟ لإن إحنا هنستخدمها هنا علشان نحدد بيها تكلفة الإعلانات. فهنا هنكتب 12.7، تمام. طيب إحنا كده عندنا الcost، قُلنا هي هتبقى أقل من 6، بس قُلنا 6، الباقي ده هيعتبر ربح، ماشي. الإعلانات 12.7. بيقول لك number of orders، هنحسبها على order واحد. amount برضه 1. هنبيع بكام بقى؟ هنقول مثلًا لو قُلنا ب12.99، في الحالة دي
eBay هياخد منك 3.81 وفي sales tax لا دي على الباير. تمام، فالعمولة بتاعت eBay بكل حاجة هياخد 3.81. انت طلع لك بروفيت مكسب $3.18. تمام، لو المبدأ ده خليك ماشي بيه، المنتج اللي سعره رخيص تمام هامش الربح هيبقى رخيص، لكن لو المنتج سعره غالي هامش الربح فيه هيبقى اكبر. يعني لو بتبيع برودكت سعره على علي اكسبريس $2، فلما تحط هامش ربح $3 كويس. لما تبيع منتج سعره $50 ممكن تحط هامش ربح اكتر من $10 ساعتها. تمام، فانت برضو عايزين ما نخليش الهامش الربح كبير يقلل فرصنا، لان احنا في الفترة دي هدفنا كاكونت جديد عايزين نعمل اكتر نسبة مبيعات علشان نعلي الليمت بتاعنا ايباي يسمح لنا اننا نبيع اكتر، فاحنا هنثبت على السعر ده. تمام، حلو كده، احنا حددنا ان كله هيبقى سعره 12.99. هنرجع بقى للفاريانس بتاعتنا وهنخلي سعر الكل 12.99. ونقول له سيف. هنلاقي فيه هنا كان في علامة حمراء معناها ان كان في مشكلة كده، المشكلة اتحلت. تمام، كده احنا حاطين كوانتيتي 35 هياخد من الليميت بتاعنا 35 برودكت. تمام، طيب احنا خلصنا حتة السعر. طيب بعد ما خلصنا حتة التسعير هنيجي بقى لحاجة اسمها فوليوم برايسنج. ايه بقى الفوليوم برايسنج دي؟ دي احنا قلنا برضو شرحناها قبل كده ان هي عبارة عن زي العروض اللي بتحصل في المحلات. خد 2 وهتاخد خصم كذا، خد 3 وتاخد خصم مثلا 20%، خد 4 وعليها كذا. يعني لما نفتحها كده هنلاقي مثلا باي 2 اند سيف 10%، اشتري 3 وخد 15%. طيب دي بقى نفتحها ولا نقفلها؟ وهل دي هتجيب لنا مكسب ولا خسارة ولا ايه بقى الكلام ده؟ ده هنشوفه مع بعض. هنعرف الكلام ده ازاي؟ هنا احنا اخترنا المنتج ده مثلا، لو احنا هنشتري قطعة واحدة هيبقى السعر $5. طيب لو هنشتري قطعتين، لما نشتري قطعتين هنلاقي هنا بقيت 7.93. هنلاحظ حاجة، الشيبنج زي ما هو، يعني لما كانت هنا وهي 2 الشيبنج $2. طيب وهي 1 الشيبنج برضو $2. طب لو زودنا اكتر خليناها مثلا 3، تكلفة الشحن برضو $2. امال ايه اللي بيزيد؟ اللي بيزيد هو السعر المنتج نفسه، المنتج بس من غير الشحن. طيب الكلام ده معناه ايه او هيفيدنا في ايه؟ بقول لك لما انت هنا لو كنت هتبيع 2 وتدي له خصم 10%. طيب تعالوا نحسب بقى ال10% دي كام. انت بتبيع المنتج ب$12، انت هنا بتبيع المنتج قلنا ب12.99 يعني $13. فال10% بالنسبة لك هي 1.3، 31 سنت. تمام، لما يشتري 2 هيوفر $1.30. طيب حلو، هو كده لو اشترى 2 هيستفيد بالخصم ده. انت بقى لو هو اشترى 2 وانت اديته خصم 10%، هل انت مستفيد في الحالة دي اكتر ولا في حالة ان هو ما خدش، ان هو اشترى حتة واحدة؟ تعال نحسبها ونشوف. هنحسبها ازاي؟ انت مكسبك في لو هنبيع حتتين، لو هنبيع قطعتين، تمام، انت مكسبك 6.37. تمام، هنشيل منه $1.30 يبقى هتكسب 5
و7 سنت. تمام، ده لو هو اشترى 2. طيب لو اشترى حتة واحدة، ده اشترى حتتين، كده في الحالة دي هو اشترى حتتين. تمام، وانت عملت له خصم. فاهم الحتة دي معايا؟ يعني احنا بعنا حتتين، ده المكسب بتاعنا، لا هنخصم منه $1.30 اللي خدهم العميل كخصم. يبقى احنا عندنا السعر في الحتتين $5، هنكسب $5.07. طيب في حالة بقى ان هو اشترى حتة واحدة، هنكسب كام؟ هنكسب 3. طيب يبقى احنا مستفيدين ولا لا؟ يبقى احنا مستفيدين فعلا من حتة الفوليوم برايسنج. طيب امال انا ليه هنا قلت لك هل سعر الشيبنج ده بيزيد ولا لا؟ لان سعر الشيبنج ده لو كان بيزيد مع كل زيادة بنزودها لعدد المنتجات اللي هنشتريها، هنلاقي لا، احنا كده بنخسر. لو بندي خصم، يبقى كده لا، احنا مكسبنا في الحتة الواحدة اكتر من ان هو يشتري حتتين وياخد خصم 10%. يا رب تكون الحتة دي وصلت. تمام، فاحنا العامل الرئيسي في حتة الفوليوم برايسنج دي هي سعر الشحن. لو سعر الشحن بيزيد مع زيادة العدد، يعني احنا هناخد حتتين، لو سعر الشحن بيزيد يبقى اذا الفوليوم برايسنج دي ملهاش لازمة بالنسبة لنا. يعني لو $2 دي هتبقى 4، كل حتة هنزودها هتزود $2، يبقى لا، الفوليوم برايسنج ده هيخسرنا. تمام، انا عارف ان انا طولت شويه في الحته دي، ولكن دي ساعات بتبقى سبب ان هي تزود الارباح. تمام، فاحنا بالنسبه لنا هنفتحها لان هي بالنسبه لنا في البرودكت ده هي مفيده جدا. تمام. طيب احنا كده خلصنا حته الفوليوم برايسنج. بعد كده هنيجي للشحن. ايه بقى حكايه الشحن؟ في حاجه اسمها الشيبنج بوليسي او وثيقه الشحن. احنا مش هنستخدم اللي موجوده، احنا هنعمل واحده جديده علشان نفهم مع بعض. هنا بيقول لك سمي البوليسي دي نيم، اي اسم، اديها اي اسم عادي، مش هتفرق. ده بالنسبه لنا مش اساسي. نسميها مثلا شيبنج يو اس اي مثلا. طيب قبل اي حاجه لازم نبقى عارفين المنتج بتاعنا لو اتشحن النهارده هيوصل امتى للعميل. دي هنعرفها منين؟ هنعرفها من صفحه المنتج. بيقول لك هنا فهيوصل في خلال 10 ايام، من 10 ايام ل 14 يوم. يعني النهارده 20، هيوصل من يوم 30 ليوم 4 سبتمبر. طيب يعني معنى كده ان اقصى حاجه 14 يوم. فاحنا دي هنحددها ازاي بقى؟ هنقول ان في مده الشحن، كل دي وسائل شحن. هنا اليو اس بي اس ده مثلا من 1 ل6، لا ده ما يمشيش معانا. هنيجي هنا هنلاقي من 1 ل10 ايام. حلو، ده يمشي معانا. طب بس هو الشحن قلنا انه ممكن يزيد كمان 4 ايام. هنعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها الهاندلنج تايم. ايه الهاندلنج تايم ده؟ ده الوقت ما بين ان الاوردر يجي لك وتشحن الاوردر للعميل، ده اسمه وقت تجهيز الاوردر. تمام، يعني كده اي وقت هنزوده ده هيبقى زياده على ال10 ايام. يعني مثلا احنا هنقول ان احنا هنحدد هاندلنج تايم 3 ايام. يبقى كده بالنسبه لنا مسموح لنا على الموقع، على اي باي، من اول ما نستلم الاوردر معانا 13 يوم. 13 يوم بالظبط. طبعا في حاله ان وده وارد انه يحصل طبعا ان الاوردر يتاخر في علي اكسبريس، في كذا حل وازاي تهندل العميل ده هنعمل عنه فيديو لوحده. ولكن احنا هنعتبر ان احنا اخترنا المنتج صح بناء على التقييم، فبنسبة كبيرة يعني هيوصل في ميعاده. تمام، فاحنا كده بنعمل وثيقة او شيبنج بوليسي نقدر نستخدمها على حسب البلد اللي احنا بنشحن منها. فانا عملت دي مثلا لو انا هشحن لامريكا، لليونايتد ستيتس. ممكن اعمل بوليسي تاني لو انا هشحن لدولة تاني، واخلي عدد الايام مناسب ليها بالظبط، بحيث ان انا ما اقعدش اعمل البوليسي دي كل مرة، اعملها مرة واحدة واستخدمها بعد كده. طيب احنا في الحالة دي
مش هنضيف تكلفة شحن على العميل لأن إحنا already حاسبينها هنا، لمّا طلّعنا إن التكلفة كلّها هتبقى 5 وشوية وإحنا حسبناها 6 كده جدعنة، ف إحنا هنخلّيها free shipping. تمام؟ طيب international shipping، إيه هو الinternational shipping؟ هو الشحن برّه الunited states. طيب هل نفتح الinternational shipping والّا نقفله؟ الinternational shipping أنا بالنسبة لي بِعت منّه مبيعات كتير، ولكن هو أصعب شوية من البيع في الunited states، علشان كده لو أنت برضه account جديد في رأيي ممكن نتفادى كل الكلام ده، لإن برضه نسبة المبيعات بتاعة الinternational مش كبيرة زي الunited states، لإن أغلب زوّار eBay من united states أو من الولايات المتحدة، فإحنا ممكن نقفلها، وكده إحنا خلّصنا الpolicy بتاعتنا. هو مش راضي يسيّف علشان إحنا عاملين نفس الpolicy اللي قبلها بنفس نفس الأرقام دي بالضبط، فبيقول لك الاتنين واحد يعني، فهو معاه حق يعني، فإحنا خلاص مش هنسيّفها، إحنا معانا policy اسمها USA shipping هي بالضبط. تمام؟ بعد كده لو حابب إن أنت تضيف الوزن والأبعاد بتاعة الpackage ممكن تجيبها من صفحة المنتج على AliExpress، لو مش حابب هي optional يعني. تمام، بس ساعات بيبقى في عميل عايز يعرف يعني. تمام، بعد كده بتحدد أنت هتشحن منين. أنا بالنسبة لي ممكن أحدد عنوان عشوائي واكتبه بس يكون في الunited states. تمام، أنت لو ليك عنوان أو أنت أصلًا في الunited states ممكن تحط عنوانك، لكن حاليًا هنعتبر إن أنت في مصر مثلًا، فممكن تختار أي عنوان عشوائي. لو مش عارف تجيب أي عنوان عشوائي إزاي، تكتب مثلًا USA random address، هيطلع لك عناوين كتير، اختار منها أي عنوان يعجبك وحُط العنوان ده وتمام كده. طيب إحنا كده خلّصنا، عرضنا المنتج أو هنراجع مع بعض. إحنا اخترنا المنتج من AliExpress وحمّلنا الصور باستخدام Google extension، هاسيبها لكم في الdescription، وعرضنا المنتج. هندوس على listed. بعد كده آخر حاجة هنشوف لمّا الorder ييجي لنا هنعمل إيه. هندوس على listed. بعد كده هنيجي لآخر مرحلة، إن إحنا جالنا order على المنتج اللي نزّلناه. حاجة مهمة لازم تكون منزّل عندك application eBay، لإن أول ما ييجي لك order هتسمع صوت كده، ده معناه إن في order جالك، علشان ما تتأخرش في شحن الorder. تمام، فمهم يكون عندك. أول حاجة أنا جبت لك عنوان هنجرب عليه إزاي ده order جالي، هنجرب بقى إزاي هنكتب العنوان ده. أول حاجة هنقول مثلًا إن المشتري اشترى اللون ده. تمام، فهنختار اللون ده وندوس buy now. بعد كده هيظهر لنا هنا الshipping address، هندوس change edit، واستراليا دي هنخليها United States، هنمسح كل ده. تمام، ادي العنوان بالنسبة لنا بالمنظر ده. أول حاجة بالنسبة لنا ده الfirst name سوزان، تمام، وده الlast name. تمام، بعد كده هنا الphone number أو الموبايل نمبر. ادي الموبايل نمبر هناخده زي ما هو كده ونرميه هنا. هو معترض علشان +1 دي لازم يكون الرقم بالمنظر ده، ما ينفعش يكون فيه بأي مسافات أو شرط أو كده، لأ ما ينفعش، لازم يبقى بالمنظر ده. تمام، طيب حلو. بعد كده هنا ده الzip code أو عنوان الرقم البريدي. لو دوسنا enter manually هنا هيفتح لنا صفحة كده فيها الzip code، الcity، دي المدينة ودي الإيه المقاطعة. طيب هنتعلم إزاي نعملها واحدة واحدة يدوي، وبعد كده هاقول لك على طريقة أسرع. طيب إحنا هنا الcity اسمها فريسنو،
وفي مقاطعة كاليفورنيا. فإحنا أول حاجة هنيجي هنا هنختار كاليفورنيا وندور على فريزنو دي. فريزنو تمام. مكان نيجي لآخر حاجة اللي هي الزيب كود أو الرمز البريدي هنكتبه هنا تمام. وبعد كده العنوان ده هنكتبه هنا تمام. حلو كده احنا خلصنا. طيب في حاجة أسهل من كل ده؟ في حاجة أسهل من كل ده. إيه هي؟ إننا هنمسح ده، هنغير دي مثلا ونغير دي. ماشي، أنا بس عايز أغير كل ده، عايز أمسح كل اللي كتبناه ده تمام. وهنيجي ناخد ده بس على طول تمام، مش هنكتب اللي تحت دول، وهنيجي نسيرش بالعنوان ده هنا. فهو من نفسه هيقول لك دي في فريسنو كاليفورنيا، قول له تمام. هيحط من نفسه هو الرمز البريدي، نتأكد الرمز البريدي صح. 93711 93711 تمام. انت تعرف ان احنا كده كنا شغالين صح تمام. فدي الطريقة المانيوال لو حابب تكتبها مانيوال او تسيرش بالعنوان نفسه. كده احنا خلصنا، كتبنا العنوان مظبوط. ندوس كونفيرم، نختار نختار عنوان الشحن هو ده. كده احنا اخترنا كل حاجة، وسعر الشحن قل تاني تمام. احنا كده لما كنا بنحسب على ان الشحن كان رايح لأستراليا، فكنا مزودين تقريبا $2. احنا كده $2 دول في السعر يعتبروا صافي ربح. لو انت حابب تقلل السعر النهائي مش مشكلة، بس انت يفضل تكون حاطط عنوان يونايتد ستيتس. احنا كنا حاطين استراليا عشان ده كان اخر اوردر، فعشان كده ايه كنا بنحسب على اساس انه استراليا. ماشي. طيب احنا كده العنوان مظبوط وكل حاجة مظبوطة، هندوس على باي ناو وبس كده. الاوردر هياخد ممكن 3-4 ايام ويتشحن ويبعت لك تراكنج نمبر. بعد كده التراكنج نمبر ده هيبقى لشركة شحن اسمها USPS. في الفيديوهات اللي جاية بعد كده هقول لك ازاي تستخدم التراكنج نمبر وتبعته للعميل بكل مشاكله بكل الكلام ده، فتابع معانا السلسلة. وبس كده، يا رب تكون استفدت. لو عندك اي سؤال سيبه لنا في كومنت. وحاجة مهمة، احنا عاملين جروب على الفيسبوك هننزل عليه محتوى خاص بالاي باي دروب شيبنج وترشيحات منتجات تمام. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وبس كده.